ما زلت في دفاتري قصيدة، وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة، وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة. ما زلت مثل وردة الربيع يا وحيدة. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا بكم في مرحلة جديدة وحلقة جديدة من برنامجكم قضايا إريتريا. ما زلنا نناقش قضايا التوحيد والشرك وأسبابه وكيفية التخلص منه في بلادنا إريتريا خاصة وفي جميع بلاد المسلمين عامة. ضيفي هذه الحلقة الشيخ عبد العزيز عطا من داخل الاستوديو، والشيخ جمال سعيد نور من خارج الاستوديو. أرحب باسمكم الشيخين الجليلين كما أرحب بكم مشاهدي الأكارم. سنبدأ على بركة الله مناقشة هذه الحلقة ونقاطها. يقول ربنا تبارك وتعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذا هو عذر المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعذر المشركين أيضا في زمننا هذا. دائما يعلقون الحجة على أنهم لا يستطيعون أن يدعوا الله سبحانه وتعالى مباشرة، وأن دعاءهم وعبادتهم بالواسطة تكون أقوى وأقرب عند الله سبحانه وتعالى. حول هذا الموضوع سنبدأ ونناقش إن شاء الله مع مشايخنا الأفاضل. أهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز عطا. حياكم الله شيخنا الشيخ برهان، وحيا الله الشيخ جمال معنا في هذه الحلقة. بارك الله فيكم. شيخنا الكريم، هذه الآية الكريمة سبحان الله تتكرر مع التاريخ، وكأن التاريخ يعيد نفسه، وكأن الشيطان يستخدم هذه الحجة في كل زمان ومكان. برأيكم كيف، أولا ما هي هذه الحجة؟ نريد التوضيح. ثانيا كيف استطاع الشيطان أن يدخل على قلوب الناس ويوقعهم في الشرك بالله، بل ولا يزال إلى الآن كثير من الناس يدافع وينافح باطلا وجهلا على هذه الحجة؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لا شك ما ذكرتم شيخنا الشيخ برهان أن هذه المسألة قديمة قدم الأزل، فمنذ عهد نوح أول ما بدأ الشرك وهم على هذا الأمر. والقضية هذه اللي هي قضية القربى إلى الله عن طريق الواسطة تأتي من مدخل شيطاني، وهو أيها العبد أنك إنسان مقصر، إنسان مذنب، لست كهؤلاء الصالحين، لا ترقى لأن تدعو الله سبحانه وتعالى مباشرة. وهذا الشيطان أدخلهم هو في نوع من المشابهة بخلقه. كيف؟ لأنك أنت إذا جئت إلى ملك عظيم أو إنسان ذو شخصية وأنت إنسان فقير ليس لك علاقات وليس لك معارف بالناس،
فتحتاج إلى واسطة، مثل ما يسموها الآن أحتاج إلى واسطة حتى أدخل إلى الرئيس، إلى الوزير، إلى الأمير، إلى الملك، إلى كذا، تحتاج إلى واسطة. فهم جعلوا الله سبحانه وتعالى أو شبه الله سبحانه وتعالى بخلقه في مثل هذه الأمور، وجعلوا بينه وبين هذا العبد وبين الله واسطة الذي هو ذلك الشيخ الصالح، كما أنك تحتاج إلى ذلك المقرب عند الملك أو عند الأمير لتدخل عليه، فجعلوا ذلك الشيخ الصالح أنه أقرب إلى الله منك، فهو إذا سمع أو دعا لك أو كذا استجاب لك. ولكن هذا الأمر أيضا هذا ممكن يكون في حياته، يعني يجوز أن تقول عبد تظن فيه الصلاح لا تنساني من دعائك يا أخي، ادعو الله لي، لا بأس في ذلك. ولكن هذا الأمر ما الشيطان يأخذك خطوة خطوة، فبعد أن زهدهم في أنفسهم وأنهم أناس مقصرون ومذنبون، ثم بلغ بهم الأمر إلى أن يقول لهم أن هؤلاء هم الذين الواسطة الذين تصلون إليهم حتى تستطيعوا أن تصلوا إلى الله سبحانه وتعالى. فاستمروا في ذلك حتى بعد موتهم، مما جعل الشيطان يتدرج معهم حتى بلغ بهم إلى الشرك. حتى بعد موتهم يذهبون إليه، يا فلان أجب دعواتنا، كما سمعت في بعض المقاطع، يا شيخ فلان أعطي كل سائل سؤله. يأتي واقف عند القبر يقول يا شيخ فلان أعطي كل سائل سؤله. أعوذ بالله، نعوذ بالله من الضلال. فهذه المصيبة هي التي قال الله سبحانه وتعالى عنها في قوله تعالى في قول المشركين: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يعني نحن ما نعتقد فيهم، ولكنهم هم قرابة أو واسطة بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، حتى أن الله سبحانه وتعالى يعطينا سؤلنا ويستجيب لنا. وهذا من الضلال، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا به لعلهم يرشدون. فليستجيبوا مباشرة، ما جعل واسطة. قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. لم يقل اذهبوا إلى حتى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام لم يقل لهم الله سبحانه وتعالى اذهبوا إلى الرسول ليدعو لكم، لأنه إذا كان الإنسان يشترط عليه أن يذهب إلى الرسول يدعو له، فالذين كانوا بعيدين عنه في مكة أو في الشام أو في غيرها من المسلمين كيف يذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ هم لا يستطيعون. ولكن الله سبحانه وتعالى في هذه القضية لم يجعل بينك وبينه واسطة، تدعوه مباشرة، تدعوه بالآداب، بآداب الدعاء، سواء في صلاتك أو سواء في توجهك لقبلة أو وأنت في أي حال. يا الله، بس قلبك متعلق بالله، لا كما يفعل هؤلاء القوم. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولهم الهداية. متعلقة قلوبهم بهؤلاء المشايخ. يا شيخ فلان أغثنا، يا شيخ فلان أعطنا، يا شيخ فلان أجب سؤلنا. حتى أنهم في هذه القضية وقعوا في الشرك المباشر، لأنهم تركوا أن يقولوا اشفع لنا عند الله، بل يقولون أعطنا سؤلنا. حتى أن بعضهم يزعم أن الولي الفلاني يحيي. هل الحكم يختلف إذا قالوا يا فلان اشفع لنا عند الله؟ لا شك لا يختلف. أنا أذكر تدرجات الشيطان كيف بلغ بهم. هم الآن إذا سألتهم يقولون نحن ما نعبدهم، نحن نتخذهم واسطة لأنهم صلحاء مؤمنون عباد الله، فهم لهم شفاعة عند الله، فنحن نجعلهم واسطة بيننا وبين الله. ولكن في الحقيقة هم يسألونه مباشرة: يا شيخ فلان أعطني ولد، يا شيخ فلان أعطني كذا. طيب، جزاك الله خيرا. الشيخ جمال حياكم الله، نجدد الترحيب بكم. حياك الله شيخ أبو عبد الرحمن، شيخ برهان، أهلا وسهلا، أهلا بكم جميعا في قناة، أهلا بالشيخ عبد العزيز، حياكم الله أجمعين. طيب، يقول الله تبارك وتعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. الغلو في الدين هو أحد أسباب الوقوع في الشرك. الشيخ جمال حدثنا حول هذا، وكيف وقع الناس بسبب غلوهم في حب الصالحين وغلوهم في تشبيه الله سبحانه وتعالى بملوك الدنيا.
وبالتالي يعني وقعوا فيما وقعوا فيه. نريد تحليل لهذا الموضوع وكيف يتم يعني مناقشة هؤلاء الناس أنهم على خطر، وكيف يتم إقامة الحجة عليهم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية أريد أن فقط قبل الإجابة على هذا السؤال فقط أن أزيد تعليقا على ما ذكر شيخي الشيخ أبو عبد الله الشيخ عبد العزيز حول هذه الآية العظيمة وهذه الشبهة القديمة، الشبهة الجاهلية، في أن الإنسان يعتقد أنه حينما يدعو الأولياء من دون الله سبحانه وتعالى أنه يتخذهم وسائط، وأن الله سبحانه وتعالى له أولياء وصالحون وأنبياء ورسل يرضى من الناس أن يجعلوهم وسائط بينهم وبين الله. هذه هي الحجة التي كان يتذرع ويتحجج بها الكفار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن قبل زمن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي الحجة التي كان يتحجج بها الكفار. ولاحظ أن هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى ابتدأ هذه الآية فقال: ألا لله الدين الخالص، ألا لله الدين الخالص، ثم قال: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم. لاحظ أن الله سبحانه وتعالى سمى مجرد دعوتهم والتوجه إليهم وجعلهم وسائط مع الله سبحانه وتعالى جعله عبادة. يعني هم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فأصلا الحجة التي تذرع بها هؤلاء قد سماها الله سبحانه وتعالى على لسانهم بأنها ماذا؟ بأنها عبادة. ولهذا نقول لكل من يتخذ الوسائط والأولياء بينه وبين الله وسيطة أو واسطة أن هذا هو عين الشرك الذي سماه الله سبحانه وتعالى في القرآن عبادة. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ثم قال الله جل وعلا: إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. والعياذ بالله. هؤلاء الذين يعبدون من دون الله أولياء أو صالحين ويتذرعون ويدعون، وربما يعني يدعون في أنفسهم بأنهم مسلمون، يتسمون بعبد الله وعبد الرحمن ويمشون مع المسلمين وربما يحجون ويعتمرون، يعتقدون أن ما يفعلونه من دعوة غير الله والتوجه بالدعاء والاستغاثة وطلب العون وما إلى ذلك، يعتقدون أن كل هذا هو في سبيل فقط أن يكون هذا الصالح الولي الرجل الصالح أنه واسطة، وأن هذا مما يرضاه الله سبحانه وتعالى. نقول لأمثال هؤلاء هذه شبهة قديمة لم تنطلي على الشرع الحكيم ووضحها القرآن أيما وضوح، ثم أنتم تكررون نفس الكلام وعليه، فسوف يكون الرد هو بنفس الأسلوب وبنفس الوضوح الذي ذكره الله سبحانه وتعالى من أن هذه عبادة واضحة وأن من يفعلها كاذب كفار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح ضال المؤمنين. أما بالنسبة لما تفضلت به أخي الشيخ برهان وهو مسألة الغلو، أما الغلو كما ذكر العلماء أن سبب وقوع الكفر، الضلال، الانحراف، الخروج عن صراط الله المستقيم منذ فجر التاريخ حينما قتل أحد أبني آدم الآخر هو كان بسبب الغلو، وهو أخذ الأمور وتجاوز الحد. فهو يعني أصل ضلال البشر هو الغلو. ما الذي حصل فيما يتعلق بمسألة الغلو في عبادة غير الله؟ بداية الشرك وعبادة غير الله سبحانه وتعالى وانحراف البشرية كان في زمن نوح عليه السلام، كما ذكر ابن عباس رضي الله عنه في الحديث المشهور أن قول الله تبارك وتعالى: لا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسر على لسان نبي الله نوح، أن هؤلاء كانت هذه أسماء لقوم صالحين، أسماء أشخاص صالحين. فالناس حينما مات هؤلاء جاءهم الشيطان وذكرهم بأن هؤلاء ربما تنسونهم وربما فاجعلوا لهم ابنوا لهم أصنام. فلما بنوا لهم الأصنام، وهذه الأصنام كانت بداية الغلو وبداية
المبالغة في تقدير الصالحين، جاء الشيطان إلى من بعدهم وقال إن هؤلاء كانوا قوما صالحين، وأن آباءكم وأجدادكم كانوا يعبدونهم فعبدوا من دونه، فبدأ الشرك ودب الشرك في الأمة الإسلامية منذ ذلك التاريخ. فبعث الله سبحانه وتعالى نبيه نوح عليه السلام لكي يصحح. فأصل الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه وكرر في القرآن الكريم: لا تغلوا في دينكم، لا تقولوا على الله غير الحق، لا تغلوا في دينكم. النبي عليه الصلاة والسلام يعني نبه في أكثر من حديث: إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله. الغلو هو أن تنزل الأمر فوق منزلته التي أنزله الله له. ودعنا يا شيخ برهان أن نأخذ أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام وهو النبي صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى جعل للنبي صلى الله عليه وسلم مكانة فوق الأنبياء والمرسلين، ولكنها ليست مكانة فوق النبي فوق الله سبحانه وتعالى. ولذلك سماه الله جل وعلا سبحان الذي أسرى بعبده. يظل النبي صلى الله عليه وسلم على مكانته العظيمة وجلالة قدره وعلو مرتبته، وأنه بلغ ما لم يبلغه أحد من العالمين لا من الجن ولا من الإنس، لكنه يظل مخلوق، ليس رب، ليس خالقا، هو لا يستحق من العبادة شيء. وهو عليه الصلاة والسلام نبهنا أن لا نفعل هذا وأن لا نصل به إلى هذا الموصل. وكل من دون النبي فهو أقل منه عليه الصلاة والسلام، سواء كان صحابيا أو كان رجلا صالحا أو من التابعين أو عبد القادر الجيلاني أو العيدروس، أو كل هؤلاء إنما هم من عباد الله سبحانه وتعالى. الصالح منهم صالح وغير الصالح منهم غير صالح. أما أن يعبد شخص أو أن يدعى يعني من دون الله سبحانه وتعالى، فثق تماما أن وراء ذلك السبب الذي ذكرته يا شيخ برهان، وهو الغلو. انظر إلى هذه الآية التي ذكرتها يا شيخ تعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. الغلو حصل في أهل الكتاب، ووقعوا في الشرك، ووقعوا في البلاء، ووقعوا في الأخطاء بسبب المبالغة. ونهانا الله سبحانه وتعالى عن اقتفاء أثرهم لما قال لا تغلوا في دينكم. هذا خطاب يحكيه الله سبحانه وتعالى عنهم وهو موجه إلينا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قال الصحابي: قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى. قال: فمن؟ وعليه فإن الشرك الذي يقع اليوم في أمة محمد بعد يعني رسوخ التوحيد وبعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، سببه تماما السبب الرئيسي له هو الغلو في الصالحين، والغلو في يعني في احتقار الذات كما ذكر الشيخ عبد العزيز، والشعور بأن الإنسان لا يستطيع أن يمارس العبادة والدعاء واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى إلا من خلال وسائط. هذا الغلو هو الذي أدى بالأمة الإسلامية اليوم أن تتعلق بالأحجار، وأن تتعلق بالأشجار، وأن تتعلق بالأشخاص، وأن تتعلق بمن نعتقد أنهم يعني أقرب إلى الله سبحانه وتعالى منا، وهكذا. فالرجوع هو أن يرجع الإنسان إلى حدود الشرع فلا يغلو ويلتزم بالمعيار الشرعي، فينزل كل إنسان منزلته. الرسول رسول والولي عبد صالح. هو النبي صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. شكرا لك شيخ جمال، بارك الله فيك على هذا البيان. شيخ عبد العزيز، الله يقول: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. ما تفسير هذه الآية وما علاقتها بموضوعنا اليوم؟ لا شك يعني ذكر المفسرون لها معاني كثيرة، ومنها يعرفون نعمة الله، النعم التي أعطاها الله سبحانه وتعالى لعباده من الرزق والنعم البصر التي الكثيرة. وأيضا ذكر بعضهم أنهم يعرفون نعمة الله وهو خلقه وإيجاده سبحانه وتعالى، ثم ينكرون خلقه، ثم ينكرون وجوده.
وابن كثير يرجح أنه المقصود بها الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه يقول أن الآيتين اللتين قبلهما، الآية التي قبلها والآية التي بعدها، هي تتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا يعرفون نعمة الله عليهم من إرسالك يا محمد ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. فمن الآية المعنى الرابط لما نحن فيه أنهم ينكرون نعم الله سبحانه وتعالى فينسبونها إلى خلقه، ينكرون وحدانيته سبحانه وتعالى وينسبون له الشركاء، كما كانوا يقولون في تلبياتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فجعلوا له شركاء سبحانه وتعالى، فتعالى الله عما يشركون. فهذه النعم التي أسدلها الله سبحانه وتعالى على عباده من خلقه ورزقه وإنعامه وكل ما نحن عليه من أمورنا، فهي من نعم الله سبحانه وتعالى. الآية إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم أيوة فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها. يعني كأن الله سبحانه وتعالى الآن يعني يبكتهم ويقول لهم إن كنتم صادقين فافعلوا، لنرى ما يفعل هؤلاء الذين تزعمون أنهم شركاء مع الله. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، أنت مثل ما أنت عبد هو كذلك عبد، فادعوهم فليستجيبوا لكم. لماذا قال الله سبحانه وتعالى فادعوهم فليستجيبوا لكم؟ لأن أكثر الناس يدعون الأموات، ما يأتون إلى الأحياء، لا يدعون الأموات. فلهذا السبب الله سبحانه وتعالى قال لهم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. الله سبحانه وتعالى يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وسخر الشمس والقمر. هل هؤلاء الذين يدعون من دون الله يستطيعون أن يولجون الليل في النهار ويولجون النهار في الليل؟ ما يستطيعون أن ينفعوا أنفسهم، ما يستطيعون أن يذهبوا يخرجون للطعام أو للشراب أو يخرج يمشي. ألهم الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ ألهم أرجل يمشون بها؟ يعني أنهم طيب هؤلاء الذين منقطعون. يقعون في هذا الشرك والعياذ بالله، أين عقولهم؟ أين قلوبهم؟ كيف تدعو من لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا؟ كيف تعتقد؟ يعني هل لهم كتاب هم مستندون عليه؟ هل لهم حجة؟ ما الذي مجرد فقط إيحاء الشيطان؟ الإشكالية ليست في العقول يا شيخ برهان. العقول ربما بعضهم أوتوا يعني علماء وبروفيسورات وأناس في العلم ليس لهم نظير في العلم الدنيوي، مثل اليابانيين الذين يدعون أيوة، وتجدهم النار. يدعون بوذا، وتجدهم يدعون كذا يسجدون لبقرة، يغتسلون ببولها وروثها أكرمك الله، وهو تلاقيه بروفيسور ممكن يخترع ذرة. فالقضية ليست قضية عقول، ولهذا الله سبحانه وتعالى لم يتركنا لعقولنا، بل أرسل لنا رسلا يوجهوننا ويبينون لنا توجيه العقول. فالذي ينقصنا جميعا هو العلم، التعلم، معرفة الله سبحانه وتعالى حق معرفته. وكيف تعرف الله سبحانه وتعالى؟ تعرفه عن طريق كتابه وسنة أنبيائه عليهم الصلاة والسلام. فقضية العقل لا قيمة لها هنا، ولكن بعد أن تعلم وتعرف معاني هذه الأمور وتعرف كتاب الله وتعرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك الوقت أنت ستملك العقل الصحيح والفهم الصحيح بإذن الله سبحانه وتعالى. شيخ جمال حياكم الله. نعم الشيخ برهان. في أبيات البوصيري رحمه الله وغفر له، التي انتقدها كثير من المشايخ والعلماء، هناك أبيات انتقدت منها قوله
يا من يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العميم. وهناك أيضا أبيات أخرى يعني تصحب هذه الأبيات. تعليقكم على هذا رغم اختلاف كثير من العلماء والمشايخ في هذه الأبيات وتوجيهها، إلا أن كثيرا منهم يستخدمها في عبادة النبي صلى الله عليه وسلم رأسا، والاستغاثة به حيا وميتا صلى الله عليه وآله وسلم، ويرون أن هذا من أقرب القربات إلى الله عياذا بالله. نعوذ بالله من الضلال. وهو الذي يقول عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا قبري وثنا يعبد. جزا الله القائمين على قبر النبي صلى الله عليه وسلم حريصين على عبادة الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، لكن كثير أو بعض الناس قد رأيناهم يوم يسجدون للنبي صلى الله عليه وسلم باتجاه القبر، وبعضهم يقف بين يدي قبره صلى الله عليه وسلم خاشعا ذليلا يبكي أكثر من خشوعه بين يدي الله تبارك وتعالى. حينما تراه يصلي كأنه يعني غافل له، ولكن إذا وقف أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه وقف أمام الله عز وجل. إنا لله وإنا إليه راجعون. أمة فيها هذا الشرك كيف لها أن تنهض؟ نسأل الله العافية والسلامة. لذلك تعليقكم حول هذه الأبيات الشيخ جمال، وما هو التخريج الصحيح لها؟ طيب شيخ برهان، سنعود مرة أخرى يعني لمسألة الغلو، لأن هذه الأبيات ذكرت في سياق الغلو في مكانة النبي صلى الله عليه وسلم. يا من ألوذ به فيما أحاذره. هذه هو الالتجاء وتفويض القلب والركون، وهذا لا يمكن أن يكون. اللوذ عمل قلبي، الإنسان يلوذ ويستعين ويلتجئ بقلبه بحيث أنه يترك همه وغمه لمن يستطيع أن يشعر به، لمن يستطيع أن يجيب نداءه، لمن يعرف الشيء الذي يشعر به هذا اللاجئ لله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانت مكانته كما أسلفنا قبل قليل مكانة يعني فوق كل من خلق الله سبحانه وتعالى، إلا أنه يظل مخلوقا، لا يمكن أن نتجاوز كونه مخلوقا إلى أن يكون خالقا. ومسألة الإنجاء والإعانة ويعني إزالة المصائب وإنزال النعم، هذه كلها من أفعال الرب سبحانه وتعالى. لا يستطيع على هذا إلا رب يعني مستقل بالملك وقادر يعلم يعني خائنة الأعين وما تخفي الصدور ويسمع دبيب. هذه لم يقلها النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقلها لأنه عليه الصلاة والسلام قد أطاع ربه ويعرف أنه مخلوق وأنه ليس بخالق. فهذه الأبيات التي أشرت إليها يا شيخ برهان هي مما يعيدنا مرة أخرى إلى مسألة الغلو. وأن طيب شيخ جمال، يعني التحذير من الغلو وكذا وردت شيخ جمال، التحذير من الغلو وردت فيه نصوص كثيرة، ولكن نحن نريد النقاش العقلي مع هؤلاء الذين يعني إذا ناقشتهم قالوا لك هذا رسول الله وهذه مكانته والله عز وجل يعني أمرنا أن نعزره ونعظمه. ما هي الطريقة المثلى لمناقشة مثل هؤلاء؟ كيف نقنعهم أن كثير من الناس فعلا واقع في هذه الصوفية والعياذ بالله؟ نعم أحسنت شيخ برهان. يعني بكل بساطة سوف نقول لهؤلاء الذين يحبون النبي صلى الله عليه وسلم ويتحدثون ويقولون مثل هذا الكلام من باب الحب للنبي صلى الله عليه وسلم، سنسأل هؤلاء سؤالا ونقول: الذين أنزل عليهم القرآن وعاش بينهم النبي صلى الله عليه وسلم وفدوه بأرواحهم وأبنائهم وأموالهم وبذلوا، خرجوا من مكة وتركوا خلفهم بيوتهم وأموالهم وكل شيء، هؤلاء الذين شاهدوا التنزيل وعاصروا النبي عليه الصلاة والسلام ورأوه ووضعوا أيديهم في يده وقاتلوا معه، هؤلاء
أشد حبا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهم العارفون بمراد الله سبحانه وتعالى وبمكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند الله. من يشهد لهم؟ من يشهد لهم بهذا؟ من يشهد لهم؟ الله سبحانه وتعالى. شهد لهم الله سبحانه وتعالى. أحسنتم. قال الله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. أحسنتم. أنا فقط أريد أن أستدل حتى يكون فعلا بناء القاعدة لحجتهم تكون سليمة. تفضل شيخ بيان جمال. نعم. إذا كان هؤلاء الصحابة قد شهد الله سبحانه وتعالى لهم بأنهم يعني هم أهل السبق في حب النبي صلى الله عليه وسلم وفداء الإسلام وفداء النبي عليه الصلاة والسلام قولا وعملا، نحن ندعي الآن حب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله العالم من منا يصدق ومن منا لا يصدق حينما يأتي الرهان العملي لكي يظهر الإنسان حبه. نحن شاهدنا كيف الناس يعني أظهروا حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم حينما أتت مسائل المقاطعة. ربما نجد من هؤلاء من لم يبالي أصلا بمسألة المقاطعة للمنتجات التي يروجها أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، لكن حينما نأتي في إنشاء القصائد ودعاء غير الله أو تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد ادعاء حب النبي صلى الله عليه وسلم يتميز. المهم نعود، الصحابة الكرام رضوان الله عليهم على جلالة قدر محب النبي صلى الله عليه وسلم لم يقولوا له هذا الكلام، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن أقل من هذا. ليس هذا الذي أسمعتني إياه قبل قليل يا شيخ برهان. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه أحد الصحابة قال: يا رسول الله، إن يعني فيما معنى الحديث أن أحدهم يعني من اليهود قال لهم: إنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد، كيف هذا؟ فذهب هذا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن يهود تقول إنكم تقولون يعني أيها المؤمنون كيف يقبل منكم هذا؟ ما شاء الله وشاء محمد. حينما يعني إذا قالوا إن شاء الله لا يقول إن شاء الله وحده، وإنما كانوا يقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام صعد المنبر وقال: أيها الناس، إنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد، وإنه لم يكن يمنعني من أن أنبه على هذا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، إلا كذا وكذا. فإذا قلتم فقولوا ما شاء الله وحده، يعني دون أن تقولوا شاء محمد. هو عليه الصلاة والسلام نهى، وهو النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وهو الذي قال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم. بعضهم يتفذلك ويتحدلق ويقول كما قالت اليهود كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، يعني لأنهم عبدوه ونحن لا نعبدهم. نحن نقول إن مفهوم العبادة هو ليس أن تجعل النبي صلى الله عليه وسلم صنما ثم تسجد له، لا، أو أن تقول هو الله. ليس هذا هو فقط مفهوم العبادة. العبادة مفهومها أوسع، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لعدي بن حاتم: أليسوا يعني أحباركم أليسوا يحرمون الحلال فتحرمونه؟ قال: نعم. قال: أليسوا يحللون الحرام فتحلونه؟ قال: نعم. قال: فتلك عبادتهم. نعم. فالعبادة دون الله هي أن تعتقد في النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يجوز له وما لا يحل له، أن تعتقد في الولي ما لا يستطيع عليه من أمور الغيب. بعض الناس يعتقد بأن الولي يعلم الغيب ويمكن أن يدفع، هذه كلها من المبالغات التي صنعها للأسف يعني هؤلاء الذين تحدثت عنهم يا شيخ برهان، بالغوا في حب النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي. هو لا نفسه عليه الصلاة والسلام لا يرضى، بالغوا في حبه فوقعوا. حتى إن البوصيري هذا ماذا يقول؟ فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يقول في النبي عليه الصلاة والسلام إن من جود النبي أن يجود بالدنيا، يعني يملك الدنيا. الإنسان لا يجود إلا بما يملك، أنه يملك الدنيا ويملك الآخرة، ضرتها ضرة الدنيا اللي هي الآخرة. يقول إن من علومك اللي عندك علم اللوح وعلم القلم، والقلم معروف أنه هو علم الغيب.
والله سبحانه وتعالى إيش قال في القرآن الكريم يا إخواني؟ قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. والذي يقول هذا الكلام هو البوصيري الذي قرأت قبل قليل هذه قصيدته. لا يمكن بحال من الأحوال أن يقال إن هذا هو حب النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لو كان كذلك لقاله أبو بكر ولقاله عمر ولقاله عثمان ولقاله علي، أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأحب الناس للنبي عليه الصلاة والسلام، لم يقولوا. ولو قاله أحد منهم لما رضيه النبي صلى الله عليه وسلم، حاشاه وكلا، لأنه لا ما شاء الله تبارك الله. أحسنتم شيخ جمال على هذا البيان الواضح الذي ليس عن هذا إلا الضلال المبين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحمينا من الشرك وأن يوفقنا للتوحيد الخالص الذي يحبه سبحانه وتعالى ويرضاه. الشيخ عبد العزيز بقيت معنا بعض الدقائق فيما يتعلق ب يعني هناك من والعياذ بالله يتشاءم بالزمان والمكان فيلعن الزمان وينعل المكان، ويتكلم عن يعني بعض الأقدار التي وقعت عليه فينسبها للزمان والمكان. تعليقكم حول هذا؟ قبل أن آتي إلى هذا الكلام أريد أن أذكر كلمة حقيقة جميلة للأديب المنفلوطي بالنسبة للشرك والمشركين. قال: والله لن يسترجع المسلمون سالف مجدهم إلا إذا استرجعوا قبل ذلك ما أضاعوه من عقيدة التوحيد، وإن طلوع الشمس من مغربها أقرب من رجوع الإسلام إلى سالف مجده ما دام المسلمون يقفون بين يدي الجيلان كما يقفون بين يدي الله، فإذا نزلت بهم جائحة أو ألمت بهم ملمة ذكروا الحجر والجذع والميت ودعوه قبل أن يذكروا ويدعوا الله ويدعوا الحي الذي لا يموت ولا يعجزه شيء. وما عذركم وأنتم تعلمون أن السلف الصالح لم يرفعوا قبرا ولا توسلوا بضريح، ولم يقف أحد منهم عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من أصحابه أو آل بيته يسأله قضاء حاجة أو تفريج كربة. وتعلمون أن الرفاعي والدسوقي والجيلاني والبدوي ليسوا أكرم عند الله من نبيه وآل بيته وصحابته إلى آخر ما ذكر. فهذا كلام بليغ لرجل وهو يعتبر من الأدباء ويرى ما كان يرى من باطل والطواف والنذور والقربات التي تقرب بالأضرحة. قبل هذه النقطة شيخ عبد العزيز، هذه يعني قد تكون نقطة يعني معروفة لدى الناس أن سب الدهر وسب الأمور نعم. لكن النقطة التي هي جديرة بالنقاش، كثير من الناس يتساهل في مسألة أنتم ذكرتموها في المداخلة التي قبل هذه، بأن الإنسان لا يستطيع أن يعبد إلا بما شرع الله سبحانه وتعالى. فمن الذي أمرهم وأعطاهم الفرصة أنهم لا يسألون الله إلا عبر الواسطة؟ من الذي أعطاهم الأمر بأنهم يعظمون القبور ويكرمونها ويقفون عندها ويقربون لها القربات، لا ويرممونها ويضبطونها ويعملون لها كافة التسهيلات لعملية الطواف ولعملية الدخول والخروج وكأنها بيوت الله أو مساجد الله؟ من الذي أعطى الناس هذه الصلاحيات؟ هل لهم كتاب قرأوه أم نزل عليهم وحي غير وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف يعني أنا أريد يعني شيخ عبد العزيز توضح لنا كيف الإنسان يجرؤ، يعني إذا قيل لنا مثلا أن يعني قراءة القرآن في وقت الصلاة لا تجوز رغم أن قراءة القرآن عبادة، فكيف بهذه الطوام الكبيرة والأمور العظيمة؟ من أين هؤلاء الناس؟ هؤلاء الناس كما قال الله سبحانه وتعالى: وقالوا ربنا
إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. هم اتبعوا مشايختهم، وقال عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف عليكم الأئمة المضلون. هؤلاء الأئمة الذين اتبعوهم أو مشايخ ممن يزعمون فأضلوا الناس. في الغالب الناس قلوبها رقيقة تريد القربى إلى الله سبحانه وتعالى، والشيطان معهم، فاتبعوا هؤلاء المشايخ المضلين الذين يفعلون ذلك. شوف، غالب المشايخ هؤلاء الذين يضلون الناس ويجعلون يقبلون أيديهم وأرجلهم يعلمون الحق، يعلم أنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فضلا أن يملكه لأتباعه، ولكن التعظيم والإجلال وتقبيل الأيدي والقربات والنذور والأموال التي يأكلونها. وتجد يا شيخ برهان أحيانا الولاية لا تكون إلا وراثة، بمعنى أن ربما أبوه يكون شيخا له منزلة عند الناس ومعروف بصلاحه، ولكن يرث هذه القضية بمجرد موت أبيه، أنت يقبلون يده ورجله. لماذا؟ وهو أصلا فاسق. نصيحتكم في 10 ثواني. نصيحتنا العلم ثم العلم ثم العلم. التعلم هو الذي يرفع الجهل، هو الذي يرشدك إلى ما أنت إذا تعلمت عملته، لأنك ستعلم أن العلم لا ينفع إلا بالعمل. فأساس هذا الأمر كما قال الله سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله الشيخ عبد إلا العزيز. الله. شيخ جمال، نصيحتكم لهؤلاء الذين يقعون في هذه الشركيات المكفرة المخرجة من الملة في 10 ثواني. الشيخ برهان الله يحسن إليك، في 10 ثواني لا أستطيع أن أنصح هؤلاء، لكن أقول أسأل الله سبحانه وتعالى. نحن نعرف بأنكم تحبون النبي وتحبون الصالحين، ولكن أقول لكم باختصار شديد: حب الله، فإن الله سبحانه وتعالى أولى بهذا الحب من أي كان من خلقه، لأنه هو الذي بعث نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو الذي جزاك الله خير، وهو الذي اختاره لنا. نعم، عليه الصلاة والسلام. لو سمحت، أنا مدير الحلقة، هذه نصيحة. احترم نفسك. مشاهدي الأكارم، كنا في حديث ماتع بين الشيخ جمال عبد العزيز بين الشيخ جمال سعيد والشيخ عبد العزيز عطا. أخطأت من شدة الفرح بالشيخين الجليلين. أسأل الله تعالى أن تجدد اللقاء بكم وأنتم على خير. الأسبوع القادم سنناقش قضية هامة، وهي قضية ما أشار إليها المنفلوطي نقلا الشيخ عبد العزيز، في أن الأمة الإسلامية لا يمكن لها أن تكون أمة قوية يعني يعود لها مجدها وعزها وأنها تسود العالم إلا إذا عادت إلى التوحيد. الله عز وجل يقول في كتابه العزيز: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلن من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. قضية العبادة قضية مهمة تتعلق فيها 3 مصالح: الاستخلاف في الأرض والتمكين والحصول للأمن. حتى ألقاكم ذلك اليوم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب، من أجل